السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة يا رب. انا كنت صورت معاكم فيديو بطريقة عمل الكفتة ام رز. كنت عملتها بلحمة كندوز بصراحة. المرة دي بقى انا عملتها بلحمة مفروم جملي، لحمة جملي. فاوريكم بقى انا اهو هي عملتها تمام. فانتوا عارفين بقى طبعا انا بعمل ايه. انا بجيب الثلاث كوبايات، طبعا دي نص الكميه. انا بعمل 3 كوبايات رز متوسطين على نص كيلو اللحمه المفرومه، وبحط عليها بصلايه، بحط فصين توم او 3 زي ما انتوا حابين، 3 فصوص 4 فصوص، حطوا الكزبره الخضراء مع البقدونس، ممكن ما تزودوش بقدونس عشان ما تسودهاش، مع الشبت، وما تكتروش الخضره عشان ما تسودش منكم. وبحط عليها بعد ما بحط البصل والثوم وبفرمهم هو والخضره، وبعد كده احط بقى اللحمه المفرومه عليها، وبعد كده ببقى نقع الرز بتاع مثلا نص ساعه ولا حاجه عشان اقدر افرمه في الكبه. اللي ما عندوش كبه طبعا بيلجأ للمحل الجزاره، عنده مفرمه بيفرم زي ما انتوا عايزين يعني. بس انا اللي ما عندوش كبه، انا عندي كبه فبعمل في البيت. وبحط عليها كمون، وبحط شطه، وبحط كزبره ناشفه، بحط ملح، بحط بهارات زي ما انتوا حابين يعني. وبفرمها عندي في البيت وبتطلع ناجحه وما شاء الله. النهارده بقى عملتها بس بالكفته اللي باللحمه المفرومه الجملي. طب يلا بينا بقى. بصوا انا جايباها اهي مطلعاها باكت اهي، وهبتدي بقى اصبحها وهطبخها برضو معاكم النهارده. وده النهارده ان شاء الله غدانا. نبتدي بقى نصبحها يا بنات. انا حطيتها اهي، هنبتدي نصبحها. انا جايبه شويه زيت اهي، نصبحها عادي جدا وسهله جدا والله يا بنات وزي الفل اهي. دي كبيره شويه، نبتدي نصبع كده. ما تخنوهاش قوي يعني، خلوها تبقى يعني زي كده اهو تمام زي ما انتوا شايفين كده. وحبة زيت، وابتدي بقى اصبع زي ما انتوا شايفين كده يا بنات اهي. ابتدي اصبع كده وارجع لكم. احنا كده خلاص صبعنا الكفتة يا بنات. يلا بينا بقى نحاول بقى نقليها زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. انا قليتها خلاص، هبتدي بقى اطبخها. يلا تعالوا شوفوا بقى الطريقة اللي انا بعملها. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، جبت حله وبشرت بصلايه. انا دايما بعملها كده، بشرت بصلايه، وقرب ما بصلايه كده لونها كده يحمر انزل عليها معلقه ثوم. زي ما انتوا شايفين كده احمرت يا بنات، انزل بقى بمعلقه الثوم. انا ما بحبش اكتر الثوم بصراحه اهو. شم ريحتها كده، ابتدي اجيب الطماطم، انزل بقى بعصير الطماطم يا بنات تمام كده. اسيبها بقى تتسبك زي ما انتوا شايفين كده. خلاص اتسبكت تمام. هنزل بقى ب2 مرقه، مكعبين مرقه اهو، عشان انا ما عنديش شوربه. وابتدي ازودها ميه. نجيب الكفته بتاعتنا دي يا بنات ونحطها. يلا نبتدي بقى احط الكفته بقى خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده انا بقى الكميه كلها اهي. هبتدي بقى اقلب كده وازودها ميه. زي ما انتوا شايفين كده انا زودتها خلاص ميه. هبتدي بقى اغطيها واسيبها بقى تستوي. بصوا يا بنات، انا سايبه الكفته بتكمل سواها، وهعمل شويه رز. احنا بنعمل رز ابيض مع الكفته. حطيت الرز اهو، هبتدي اقلب كده لحد ما يمسك في بعضه كده ويفشول،
بعد كده احط له الملح والميه عشان يطلع ايه مفلفل ما يعجنش منكم. نحط بقى ايه الملح بتاعنا كده، نهيئه ونبتدي نقلب. هو كده تمام. نبتدي احط له بقى ايه الميه. نبتدي بقى نحط الميه. معلش البخار، معلش البخار يا بنات. نقلب بقى كده ياخد غلوه ويطلع زي ما انتم شايفين كده. الرز اهو، بسم الله ما شاء الله الرز استوى خلاص. وهنا دي خلاص استوت اهي زي ما انتم شايفين كده. الرز اهو ما شاء الله فلفل وزي الفل. ادي الكفته بتاعتنا اهي ما شاء الله. بصوا نحط كده اهي بسم الله. جميله يا بنات، تحفه والله. بس برضو بحس ان الكندوز احلى، معرفش ليه. بسم الله. حلوه جميله جدا وحقيقه حلوه جدا 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 يا بنات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يلا تشطروا واعملوها. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.